الخير، استبعاد سعود عبد الحميد عن لقاء الهلال الاودونيزي الايطالي في لقاء ودي يا جماعه. امس او قبل امس طلعت الاخبار ان سعود عبد الحميد خارج نادي الهلال هذا الموسم بنسبه 99%، بس الى الان ما وضحت الامور انه خروجه ولا لا، لكن اليوم تم استبعاده بشكل مفاجئ، رغم ان المباراه القادمه للهلال باقي لها 10 ايام امام الاهلي في السوبر، ويحتاجون سعود عبد الحميد وميشيل والاسماء الكبيره هذه. ميشيل تم استبعاده مباراتين واليوم على دكه البداء. سعود عبد الحميد طلعت الاخبار امس واليوم تم استبعاده رسميا. هل الامور واضحه يا جماعه؟ هل الامور ان سعود عبد الحميد يبي يطلع عن نادي الهلال بشكل رسمي ومو قادر كيف الطريقه وقاعد يحاول ويسوي؟ هل إدارة الهلال تمنع سعود من الاحتراف في أوروبا وتحديدا نادي روما الإيطالي اللي يشوف الأخبار كلها أغلبها في روما، ولا الإيطاليين يقولون أن روما هو اللي يبي سعود؟ فصراحة خبر صادم إذا إدارة الهلال يعني تم تحرم اللاعب عن الاحتراف، إذا كان اللاعب